السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا. معكم خالد حسنين وحلقة جديدة من برنامج شباب حول الرسول. أحب أقول لكم بداية أن من واجب المسلم على أخوه المسلم أنه يدعي له بظهر الغيب. لذلك أنا بدعي لكل مستمعينا وأقول ربنا يرزقكم بالخير والطاعة، ولسان بيسبح كل ساعة، وقلوب راضية وهادية ومنصاعة، ووعد من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. ربنا يرزقنا وإياكم شفاعة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضا وحب رب العباد عز وجل، لأن زي ما علماءنا بيقولوا من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. زي ما تعودنا معاكم فقرات برنامجنا واللي هيبقى ليهم طعم مختلف، وخصوصا لو عرفنا ان اول فقره وهي فقره ثانيه لغايات النبي هتبقى عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، واللي هنسرد فيها قصص النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الاطفال بكل لطف لذلك وحلم نبدا مع النيه، زي برضو ما كان بيتعامل معاهم بشده وحزم، بيعلمهم الشعور بالمسؤوليه. والمواقف على كده كتير جدا وموجودة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان لطف النبي مع الأطفال وتعليمه ليهم ليه عدة صور، منها مثلا على سبيل المثال احترام وتقدير ذات الطفل، ودي من أهم الأمور اللي بيحتاج ليها الطفل دايما وبيغفل عنها كثير من الآباء غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شاف سيدنا سعد بن مالك. سيدنا سعد بن مالك كان من اللي استصغروهم يوم أحد، يعني كان لسه صغير. فبيقول سيدنا سعد بن مالك إن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال سعد بن مالك، فقال له نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال فدنوت منه فقبلت ركبته، فقال عليه الصلاة والسلام أجرك الله في أبيك. وكان والده قتل يوم أحد في نفس اليوم اللي الرسول كان معاه فيه شهيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيعامل سيدنا سعد بن مالك وبيعزيه على إنه كبير وسافي مصيبته بعد ميدان المعركة مباشرة. لذلك احنا الأيام دي في أمس الحاجة لإشعار الأطفال بقيمتهم وبقدرهم واحترامهم ومعاملتهم معاملة الرجال، لكن في المواقف اللي محتاجة كده. كذلك من الصور دي تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، ودي ضرورة مهمة جدا لابد من تعويد الأطفال عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم اهتم في بناء شخصية الناشئين من حوله إنه يعلمهم تحمل المسؤولية. سيدنا مسلم بيروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان قاعد مع الصحابة في مجلس، فأتى بشراب فشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان من سنة النبي ان الشراب بيمشي الأيمن بالأيمن من على اليمين، وكان على يمينه غلام وعن يساره شيوخ منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فبيقول للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الغلام قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. وبكده اتعود الطفل على طلب حقه بالأدب والاحترام، ويتعلم الجرأة في الحق، وده لا يتنافى مع الإسلام مادام هيعمله بكل ذوق وأدب واحترام. كذلك من الصور دي تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للصغار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس. سيدنا الأقرع بن حابس قاعد مع الرسول، فبيجي على الرسول سيدنا الحسن بن علي فبيقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبص له سيدنا الأقرع بن حابس باستغراب شديد، وكان من كبار الصحابة، ويقول له يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. الرسول ينظر له بغضب ويقول له صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. كذلك من الصور اللي كانت دايما بتدخل السرور والثقة على نفوس الأطفال، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند المرور عليهم بيسلم عليهم. كان النبي بيمسح على رؤوس الصغار، كان بيداعب الأطفال وبيلاطفهم بأساليب جميلة جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحمل الأطفال على عنقه. فسيدنا عبد الله بن جعفر بيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان من أهل المدينة. يعني كان الرسول لما يكون جاي من غزوة أو من سفر كل الأطفال الصغيرين بيجروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن سيدنا عبد الله بن جعفر الرسول يحمله ويحطه قدامه على الدابة بتاعته، ويجي تقريبا سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين واحد منهم بيجي ويحط النبي صلى الله عليه وسلم وراه. فبيقول فدخلنا المدينة 3 على دابة. نلاقي برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه بيعمل مسابقات بين الاطفال ويكافئ الفايز. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصف الاطفال صف واحد ويقول من يسبقني او من يسبق الي فله كذا وكذا. وطبعا اللي بيجي الاول بيدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم الاول، الرسول بيديله الهدية اللي وعده بيها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي هدايا كتير جدا للاطفال، لان الهدايا يعني بيبقى لها اثر طيب في النفس البشرية بصفة عامة، وفي نفس الكبار كذلك هتبقى في نفس الأطفال أكثر تأثير. لذلك
كان محافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كان لما وقت السمر بيجمع او الثمار بتيجي، كانوا يجوا الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم بالثمر، فلما بياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي صاعنا بركه مع بركه، ثم يعطي اصغر من يحضر من الولدان، يعطي اول ثمر للاطفال اللي موجودين. في مواقف جميله جدا 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 للنبي صلى الله عليه وسلم. في موقف جميل انه شاف سيدنا الحسين، وقتها كان تقريبا سيدنا الحسن، وكان وقتها سيدنا الحسن طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه جاي من بعيد، فالنبي بيفتح دراعه جامد، فسيدنا الحسن بيشوفه فبيفرح وبيفتح دراعه هو كمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بياخده وبيجري عليه وبياخده ويحتضنه ويقبله ويقول له اللهم احببه واحبب من يحبه. ممكن اخر قصه معانا النهارده بيرويها سيدنا انس بن مالك، زي ما في صحيح البخاري، بيقول كان هناك غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي حصل ان الغلام ده مرض، فالرسول صلى الله عليه وسلم من واجبه انه كان يروح يزور الغلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقعد عند راس الغلام وكان باباه قاعد، فالنبي بيقول له لما شافه في النزع الاخير قال له يا غلام قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فبيحرك الغلام راسه وبيتجه ناحيه باباه، يعني بيقول للرسول انا لازم استاذن ابي لانه كان يهودي، فابوه بيقول له اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم خرجت روحه ومات الغلام. النبي خرج من بيت الغلام فرحا مسرورا وهو بيقول الحمد لله الذي انقذه من النار، الحمد لله الذي انقذه من النار. طيب الطفل ده كان يهودي، ليه الرسول كان حريص على انه يسلم قبل ما يموت؟ هنا بيتحقق كلام المولى عز وجل لما قال عن الرسول الكريم في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين، لا أرسلناك رحمة للعالمين. في آية تانية ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بيشفق النبي على الغلام اليهودي وبيحرص على هدايته لغاية آخر لحظة في حياته، وقل له هو في النزع الأخير قل لا إله إلا الله، فبيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المواقف طبعا كتير جدا جدا جدا، لو فضلنا نقول فيها 3-4 أيام مش هنخلصها، لأن ده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معلم البشرية. وبكده نكون انتهينا من أول فقرة معانا النهاردة، ومكملين معاكم مع الصحابي الجليل سيدنا زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة علشان بلدنا، مكملين معاكم خالد حسنين وبرنامج شباب حول الرسول. اتكلمنا في الفقرة اللي فاتت عن لطف النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال، وقلنا إن احنا معانا نموذج النهاردة من الشباب وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة، صحابي من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمه سيدنا زيد بن حارثة ابن شراحيل أو ابن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي تبناه الرسول، وكان للتبني ده قصة جميلة جدا جدا ومؤثرة. نذكرها إجمالا إن سيدنا زيد بن حارثة كان صلب وهو صغير، والده فضل يبحث عنه كتير بعد ما صلب، لغاية ما قابل بعض الأهالي من حي سيدنا حارثة بسيدنا زيد في مكة، فسيدنا زيد طبعا شافهم عرفهم رحب بيهم، حملهم السلام لباباه ولمامته وإنه قد إيه اشتاق لهم وقد إيه عايز يشوفهم، وقال لهم أخبروا أبي أني هنا مع أكرم والد. كان والده ما كانش يعرف مكانه، وأول ما عرف أسرع إليه يبحث عنه. طبعا سأل عن سيدنا محمد الصادق الأمين، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا فامنن علينا وأحسن في فدائه. الرسول صلى الله عليه وسلم يجاوب عليه إجابة عقلانية جدا جدا، يقول له ادعوا زيدا وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم وبغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. أقبل سيدنا زيد بن حارثة وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت الأب والعم. يا سلام، نشوف قد إيه كانت فرحة النبي بكلام سيدنا زيد بن حارثة له، لدرجة أن تفيض عين النبي صلى الله عليه وسلم بالدمع، دموع شاكرة وحانية لسيدنا زيد، وبعدين يمسك بإيديه ويخرج بيه لفناء الكعبة. وقتها كان قريش مجتمعة وينادي اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. طبعا الموقف ده كان جميل جدا جدا جدا، بيعبر عن الوفاء والحب من قبل سيدنا زيد للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد أسلم أول ما تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم تبعت الرسالة. كان زيد
ثاني المسلمين، وبيقال انه كان اولهم. الرسول صلى الله عليه وسلم احبه حب عظيم حتى اسماه الصحابه زيد الحب. السيدة عائشة بتقول: ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش، ما بعث سيدنا زيد بن حارثة في جيش إلا أمره عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بقي حيا بعد الرسول لاستخلفه. كان سيدنا زيد صفته الجسدية كان قصير شوية، كان أسمر، كان أفطس الأنف. كان رضي الله عنه أول من أسلم من الموالي، أسلم في العشرينيات من عمره، يعني في سن الشباب. كان ربيب بيت النبوة، لذلك هو أخذ عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الكثير. هو الوحيد من الصحابة اللي نزل في حقه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فعن قتادة بيقول الآية اللي بتقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، سورة الأحزاب آية 37. هو سيدنا زيد بن حارثة اللي نزلت فيه الآية دي: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه لما الرسول أعتقه. بل إنه الوحيد من الصحابة اللي جه اسمه في القرآن بالنص. الآية بتقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهنا اسم سيدنا زيد ذكر بالنص في القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا زيد من بنت عمه السيدة زينب. قبلت زينب بالزواج، وده من حيائها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحياة الزوجية بينهم ما استمرتش كتير، فانفصل عنها سيدنا زيد وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، واختار لزيد زوجة جديدة وهي أم كلثوم بنت عقبة. وردت أحاديث كتير جدا ومواقف كتير جدا في فضل سيدنا زيد بن حارثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان دايما يقول للصحابة: لا تلومونا على حب زيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أخى بين سيدنا زيد بن حارثة وبين سيدنا حمزة بن عبد المطلب. انتوا عارفين قد ايه كان الرسول بيحب سيدنا حمزة وقد ايه حزن عليه بعد استشهاده في غزوة أحد. سيدنا زيد بن حارثة في جماد أول من العام 8 الهجري خرج جيش الإسلام إلى أرض البلقاء بالشام، ونزل جيش الإسلام بجوار بلدة تسمى مؤتة. والغزوة سميت باسم مؤتة اللي هي اسم القرية اللي نزلوا فيها. ولإدراك الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية الغزوة دي اختار 3 من أفضل الصحابة اللي هم رهبان الليل فرسان النهار، فقال عندما ودع الجيش: عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وبعدها في المعركة بيستشهد ال3 وبياخد سيدنا خالد بن الوليد الجيش وبيرجع بيه. لكن الشاهد من القصة ان لما سيدنا زيد اصبح الامير الاول لجيش المسلمين حمل الراية بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتحم رماح الروم والنبل بتاعتهم والسيوف بتاعتهم، وبعدين يستشهد فيفتح باب دار السلام وجنات الخلد بجوار رب العالمين. مشهد عظيم، بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدنا زيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه بكى وانتحب على سيدنا زيد، فيقول له سيدنا سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فيقول: شوق الحبيب الى حبيبه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى الصحابة الابرار. اكيد طبعا مكملين معاكم ونشوف الدروس اللي استفدناها من قصة سيدنا زيد بن حارثة، لكن بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين، مستمعي اذاعه علشان بلدنا، معاكم خالد حسنين ومكملين في برنامج شباب حول الرسول. زي ما اتكلمنا قبل الفاصل في حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، وبعديها قصه سيدنا زيد بن حارثه. وممكن نستفاد النهارده من القصه شعور الشخص بالمسؤوليه، زي ما سيدنا زيد كان دايما بيتحمل المسؤوليه، ومش اي مسؤوليه، دي مسؤوليه جيوش فيها آلاف من الجنود. نتعلم منه الوفاء. سيدنا زيد ضرب أروع الأمثلة في الوفاء مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خيروا أبوه وعمه بين بقائه مع الرسول أو رجوعه معاهم. لذلك لازم إحنا نتعلم منه إنه يبقى في وفاء بين الرئيس والمرؤوس، بين دكتورك في الجامعة بينك وبين مسؤولك في أي مكان من الأماكن. لازم يبقى في ألفة ووفاء بيننا دايما. برضو هنستنى اقتراحاتكم وأسئلتكم على جروب البرنامج، جروب برنامج شباب حول الرسول، وعلى جروب إذاعة علشان بلدنا. هنا بتنتهي حلقتنا، أتمنى إننا نكون استفدنا منها. استنونا في حلقة جديدة وشخصية جديدة وخلق جديد من أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من إذاعة علشان بلدنا. كان معاكم خالد حسنين.